بقول لك مش ايه، بعرف اقف في مطبخ حد. هي دي عيشتنا. عاجبك على كده اهلا وسهلا، مش عاجبك ما تجيش هنا تاني. ربنا يسهل ويكون انفك ده نزل تحت شويه. ما هو لو ايه تليفونك ده؟ بيرن يا ماما؟ ده مين اللي عامله يا اختي صامت؟ هتلاقي حد من العيال. اخوك خليل. ايه يا خليل؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ سلمي لي عليه يا ماما. رشا جنبي وبتسلم عليك والله. كل سنه وانت بصحه وسعاده يا ابني. غدا. نعزمها ما نعزمهاش ليه؟ بس انت عارف مراتك يا ابني متنكه معرفش على ايه. ما يا ابني ما بيعجبهاش اكلنا. خلاص ماشي هعزمها، امري لله هعزمها. ما تقلقش يا خليل، ما انت عارف امك. طب يلا يا حبيبي، خلي بالك من نفسك يا ولد، وحشتنش. مع السلامه. بيقول لي اعزموا غاده عشان انتوا في رمضان ما ينفعش كده يا ماما، لازم تعزموها تفطر معاكي. وهتعملي ايه بقى حضرتك؟ هنعمل ايه؟ هنعمل اكل. ايه اللي هنعمل ايه؟ هتعملي اكل ولا هتشتري اكل؟ لا بقول لك ايه، هنعمل اكل في البيت، واللي ياكل ياكل، ما ياكلش الا ما كل. تمام. هنجيب منين طيب؟ خلاص. هي كل ما تيجي نعمل لها اكل جاهز ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه يا رشا، بدل ما نعمل اكل وهي ما ترضاش تاكله يا بنتي، اشتري اكل جاهز لينا كلنا وخلاص. يعني يا ماما ينفع كده ماما؟ تكلفي نفسك؟ يعني ينفع الكلام ده ماما؟ ومعاشك ده اللي بيخلص اول باول ماما بسبب عزومه غدا كل سنه. ما هنعمل ايه بقى، يوم يعدي خلاص يا رشا بقى. يعني ايه ماما يوم يعدي؟ ما هي تاكل زينا وخلاص يا ماما. اشتري لنا بس. ماما هو احنا بنعمل الاكل وحش؟ مش وحش، بس هي اللي بتقرف مننا. يعني ايه بتعرف مننا؟ تعرف مننا يبقى ما تجيش عندنا ماما. يعني انت شايفه ايه؟ لا احنا بقى نعمله المره دي اكل، وهي بقى براحتها تاكل ما تاكلش ما تاكلش. هتعمل اكل في البيت يعني؟ هنعمل اكل في البيت. طب وقدري ما كلتش؟ هنعمل لها ايه؟ هي حره عامه، هي صايمه ولازم تقعد تاكل. صدقي صح، الجوع ممكن يخليها تاكل من الاكل بتاعنا. ايوه يا ماما. انا ما اعرفش غدا دي متنكه على ايه. يا ماما احنا بنعمل احسن اكل وبننضف الاكل كويس جدا. والله اعلم. بقول لك ايه، قومي شوفي يعني هي هتعمل ماما ايه. في بيتها ما بتعملش اكل، ما بتطبخش، ولا هي تطلب طول النهار دليفري؟ دي اللي انا نفسي افهمها، دي اللي نفسي اعرفها. هل يا ترى بتعمل اكل بايديها ولا بتطلب من بره زي ما طيب بتقول؟ يا ماما بقى يبقى نعمله بقى اكل. هي شايفانا معفنين ولا حاجه؟ قولي لي يا ماما بقى. ده احنا ما شاء الله علينا وشقتنا زي الفل. يا كيف بتعرف منك انت يا بنتي يا رشا؟ ليه يا ماما انا باكلي وحش يا ماما؟ انت اكلك زي العسل. ده انا هعمل لها كمان العصاير في البيت. كمان؟ هعمل لها ده انت عصاير. ناويه انها ولا تشرب ولا تاكل؟ لا ان شاء الله هتاكل. طب اعملي عسل مانجا. ماشي نعمل لها مانجا. ما بتحبهاش؟ طيب ماشي. انت اهم حاجه ليه ما بتحبوش تعمليه. اعملي اي حاجه تانية طيب. طب ايه عايزه نعمل لها ايه؟ اعمل لها صوبيا، اعمل لها خروب، اعمل لها تمر هندي. اللي انت عايزاه اعمليه يا رشا، ما توجعيش دماغ، انا ما اعرفش. خدي الفلوس واعملي اللي انت عايزاه، وشوفي هتجيبي اكل ايه بالمره. خلاص ماشي. يلا يا حبيبتي يلا، كل سنه طيب. وانت طيبه. يلا، هو الحل الوحيد. هنعمل ايه طيب؟ اتصل بيها بقى واعزمها على الفطار. اما اتصل بغدا واقول لها تعالي افطري معانا بكره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا غاده؟ عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ انت كويسه؟ طب بقول لك يا غاده، عايزاكي تفطري معايا بكره ان شاء الله. لا بقول لك انا ورشا مش هنفطر لما انت تيجي ان شاء الله. هنستناكي من الاخر، هنستناكي. ماشي خلاص. يلا مع السلامه. حتى قرفانه في المكالمه. ربنا يهدي. ايوه اللي على الباب. السلام عليكم. ازيك يا غاده؟ وعليكم السلام. ازي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله كويسه؟ بخير الحمد لله. ايه اللي انت جايباه معاكي ده يا بنتي؟ ملوش لازمه. دي حاجه بسيطه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي. رشا فين؟ رشا في المطبخ بتعمل الاكل. بتعمل الاكل؟ ايوه. ده بصي عامله لنا شويه اكل النهارده. الجيران بيقولوا الفحفحه دي من عندكم انتوا اكيد. اكيد ما شاء الله. نفسها في الاكل ما اقولكيش. تحفه. تاكلي صوابعك وراه. مش احسن من اكل الشارع؟ الا الله اعلم بيتعمل ازاي. هو الاكل ده بيبقى نفس. وإلى نفس رشا بنتي طبعا طالعه لامها. طالعه حضرتك. طبعا تربيتي. ايوه. ما انا ياما قلت لك تعالي اقعدي معايا وانا اعلمك، انت اللي مش عايزه. لا انا الحمد لله متعلمه. انت بتعملي اكل في البيت؟ بعمل. بجد؟ اه بس اكيد مش هيبقى طعم زي بتاع رشا كده ولا الريح.
اه لا، هي نفس رشا وحضرتك في الاكل لا يعلى عليه الصراحه. طبعا. ما انا قلت لك جربي كده وتعالي مره واتنين عندي كده وانا اعلمك تطبخي ازاي. لا يا طنط، انا متعلمه الحمد لله. متعلمه. اه. انا بتهيألي اكلكم كله جاهز. جاهز؟ لا انا ما باكلش اكل جاهز، بجد. قليل يعني. امال يا حبيبتي لو في بتاكليش عزومه حاجه. اما بنيجي هنا عند حضرتك كنت المفروض بتعملي لنا اكل، بتجيبي لنا اكل من بره. ما انا بجيب اكل من بره عشان حضرتك ما بتاكليش الاكل اللي جوه. اه. ليه بقى؟ انا مش عارفه ايه السبب، انا مش عارفه. لا عادي مفيش حاجه. مفيش حاجه. انت شكلك جايه من بلد قرفانه باين عليكي. ليه وانا هقرف ليه؟ ما تقولي لنفسك يا بنتي، هو انت كل ما تيجي مره تبقي تنكدي علينا كده على طول؟ هو انا عملت حاجه؟ ايوه، يا الاكل جاهز من بره يا ما تاكليش يا تتقمصي. هو انا قلت لك يا ماما هاتي اكل جاهز من بره؟ مش انت عملتي الاكل خلاص؟ هتاكلي معانا يعني؟ ان شاء الله ربنا يسهل. يا مسهل يا رب. كويس، ربنا يهديكي، ربنا يهديكي يا غدا يا رب. يا رشا ايه يا ماما؟ تعالي سلمي يا بنتي على مرات اخوكي. عامله ايه يا دودو؟ ايه يا رشا عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد عاملين ايه؟ لله كويسين؟ بخير. يا رب دايما يا اقول لك على مفاجاه حلوه. ايه يا ماما؟ مش هتصدقيها. ايه مرات اخوكي هتاكل معانا. بجد يا غدا؟ هو في ايه؟ هو انا حاجه غريبه يعني؟ وانا بعمل لكم حاجه غريبه؟ قولي لها. لا عشان هي كل مره يعني ماما بتطلب اكل والاكل يعني بيتكلف. فقلت يعني لها ايه لا سيبينا بيتكلف يعني؟ يعني قلت لا سيبيها المره دي كده. بيكلف يعني بيكلف فلوس كتيره. اما بتعملي في بيتك بتبقى احسن وانضف وانضف. مم. ده انا حتى العصير عملت بايديا. كمان؟ اه حتى العصاير؟ اه ماشي يا مش رشا. قلت لك الكلام دوت؟ مالها العصاير؟ لا ملهاش. على يا الاقل بنتي هتدوقي المره دي. ماشي. تسلم ايديكي يا بنتي يا رشا. ده الجيران اللي عليا دلوقتي بيقولوا الريحه الجميله دي طالعه من عند مين؟ قلت لها ده رشا بقول لها بنتي. يا ماما اكل البيت انضف واحسن يا ماما. بتقول لك بتعرف تعمل اكل في البيت عندها. بتعمل اكل في البيت؟ بتقول الله اعلم. دي ماما. ماما مم. خير في حاجه ولا لا ايه؟ تلاقيها بتطمن ان انا وصلت. طمنيها يا حبيبتي. قولي لها هناكل من اكل رشا النهارده. ان شاء الله. ان شاء ولا الله. ماما اللي منعاكي اساسا تاكلي عندنا؟ ليه يا ماما بتقولي كده؟ ما انت كل ما بتيجي ما بتطلبيش تمرضيش تاكلي من الاكل بتاعنا. طب اللي مكلفاني ان انا اجيب اكل جاهز لنا كلنا. انا مش هتكلم. احنا في رمضان كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. خلاص هي تاكل من اكلنا ان شاء الله. ان شاء الله انت هيجي. خلصتي ولا لسه الاكل؟ خلصت كل حاجه، الاكل كله تمام. نبي انت بنتي وعسل عسل. يا حبيبتي جميله كده، مش متنكه ولا فيكي تنكه كده ولا اي حاجه. بنت عسوله واي حاجه بتقول حلوه وفضل من عند ربنا. الحمد لله والله يا امي. الحمد لله. ايوه كفايه كلمه ربنا الحمد لله. يخلي لك رشا. يا رب يا رب يخليها لي ويبارك لي فيها ويخليكي لامك يا حبيبتي. بقول لك يا رشا، نعم يا ماما. انا داخله اصلي يا بنتي. ماشي. وانت قومي بصي على الاكل احسن يتحرق. لا خلاص انا خلاص قربت هطفي عليه. طب يلا. اللي هم فيه ده يعني؟ هم كده مفكرين ان هم بيحطوني قدام الامر الواقع وانا اكل من ايديهم؟ هم بيعرفوا يعملوا اكل. دول بيحطوا ده على ده على ده على ده في الحله وخلاص هو كده الاكل. ايه ده؟ وانا ناقصه؟ انا بقرف من خيالي اصلا. انا بقى مش هي حطتني قدام الامر الواقع وتقول لي حتى العصير طب عاملهولك في البيت؟ طيب ماشي. هي غاده ايه يا ماما؟ بتعمل ايه يا حبيبتي؟ لا مش بعمل حاجه. الحمد لله صليت. حرما يا ماما. جامعه ان شاء الله. هي رشا لسه ما جاتش ولا إيه من المطبخ؟ لا واقفه ايه في المطبخ. طيب شم ريحه الاكل ولا لا؟ تحفه، الريحه طالعه تحفه. يلا بالهنا والشفا. الله يهنيك. عشان بعد كده اما تيجي تقولي لي انا عايزه تخلي رشا تعمل الاكل اللي كنت واكلاه. ايوه صح المفروض. هعملك بقى فنجان قهوه بعد الاكل. بصي لا انا هبقى اعمله. هتعملي انت يا رشا؟ ايوه يا ماما. شوفي مين يا بنتي بيخبط. حاضر. يا ترى مين اللي هيجي يفطر معانا؟ مش عارف. ايه ده؟ فندم اوردر. ايوه ماما. يا رشا هاتي، انا محاسبه عليه هاتي. انت جايبه حاجه من بره يا بنتي ولا ايه؟ يا ماما جاي. اوردر ايه؟ خير؟ ايه ده يا غاده؟ هاتي يا رشا بس. خير في ايه؟ ايه ده يا غاده ده؟ انت جايبه اوردر ايه يا بنتي؟ ده يبقى اوردر اكل. اكل. سندوتشات اللي جايباها. سندوتشات عشان افطر. احنا ازاي يا غادة صايمين، يعني؟ مش معقول مش هفطر يعني. وانا بتهيألي قلت لك هتاكلي من الاكل اللي هنا وقلتي ماشي صح؟ ما هي ماما حضرتك كل مره لما باجي عندك بتعملي لي اكل جاهز، وانت عارفه ان انا ما باكلش من ايد حد. حد؟ اه. هو انا ايه حد؟ ده انا ام جوزك. عارفه يعني ايه ام معلش، جوزك؟ بس انا مش باكل من ايد حد. شفتي البنت والتناكه بتاعتها؟ فرشا بقى قومتك ان انت المره دي تحطوني قدام الامر الواقع وانا صايمه، اكيد قلتوا كده في عقل بالكم، فانا صايمه بقى فمضطره وهاكل. لا مش هاكل، انا مش هاكل غصب عني. سمعتي الكلام؟ يعني ينفع الكلام ده؟ انت بتتنكي على ايه؟ أنا عايزه اعرف. بتنك.
هي دي مش تنك، انت عارفه طبعي. طبعك ايه؟ بتعرفي من مين؟ بنتي والحمد لله كل شويه بتغسل ايديها، مطبخنا زي الفل ما فيهوش حاجه. ايه اللي مقرفك من اكلنا؟ انا ما قلتش حاجه، هي ما بتعرفش تعمل اكل. مين اللي ما بتعرفش تعمل اكل؟ ما بتعرفوش تعملوا اكل، بتحطوا الاكل كده كله على بعضه وانا بتعب. يا حبيبتي تعالي اعملي انت الاول. والله لو تعالي طلبت اعملي مني بإيدك. اعمله كنت هاجي اعمله، بس بقول انا لك مش ايه؟ بعرف اقف في مطبخ حد. هي دي عيشتنا. اه. عاجبك على كده اهلا وسهلا، مش عاجبك ما تجيش هنا تاني. يعني ايه ما تجيش هنا تاني؟ يعني عاجبك تاكلي من الاكل اللي بنتي بتعمله واللي انا بعمله اهلا وسهلا، مش عاجبك طالما بتعرفي ما تجيش. والله انت اللي عزمتيني. ما انا بحسبك هتاكلي، ربنا يسهل ويكون انفك ده نزل تحت شويه. ما هو لو حضرتك كنت جبتي لي اكل عادي من بره كنت هاكل عادي. وانا ما بجيبش اكل الشارع، ما اعرفش الشارع ده عاملينه ازاي. وماما تخلص بقى المعاش بتاعها كل مره عشان العزومه بتاعتك انت. سيبك من المعاش وسيبك من الفلوس، واحنا نعرف الاكل اللي بره ده الفراخ عامله ايه ولا اللحمه عامله ايه؟ لا عادي بتبقى كويسه، على الاقل بيبقى ليها طعم. ما انت عشان واخده عليها، هي اكل رشا. عشان انت واخده عليها. لكن احنا هنا بنغسل حاجه وبننضفها. اه بس ما فيش نفس. مفيش نفس؟ لا كفايه نفسك انت يا بنتي اللي بتاعت اللي تجيب من الشارع. كفايه نفسها هي. صدقي بالله تخسري فيكي اي حاجه، مهما اعمل معاكي خساره هاخد فيكي. اكلي واتكل على الله. مع شكراً السلامة. يا رشا. بس مش انا اللي بتحط قدام الامر الواقع. مع السلامه يا حبيبتي. قولي لي بقى نعمل معاها ايه؟ لا احنا هنتصل بخلينا نقول على المنظر ده. هو ده المفروض حل يعني هو ده. ينفع اللي هو عملته ده ماما؟ لا وايه قبل الفطار بحاجه بسيطه واخده بالك؟ لا يعني ينفع اللي هي عملته ده وتطلب اوردر وهي قاعده في البيت هنا؟ انا قلت مش عايزه اعزمها عشان عارفه خليل اللي هيعمله. انا عارفه هتروح توسوس لي دلوقتي وتقول له كل حاجه. لا فهمي ماما اللي حصل، ماما اصبري. مش ينفعش الكلام ده، وترجع حاسه احنا ما عندناش نفس. اصبري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه خليل؟ الحمد لله. جت ومشيت. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك جت ومشيت. يعني مرتك تعرف. مش كل ما تيجي اشتري اكل جاهز لينا كلنا، اكلف الشيء الفلاني عشان خاطر الهانم تيجي تاكل. يعني ايه ما بتاكلش الا من بره يعني؟ ما تعملش اكل في البيت؟ بقول لك ايه يا حبيبي، ما بحبش التناكه دي، التناكه دي مش عندي. يعني امال لما بتعزمها بتجيب لها اكل من بره؟ ايه اللي بتهرب من مين يا ابني؟ انت بس ما فيش نفس. بتقول لك ما فيش نفس، اختك ما عندهاش نفس ولا انا. بقول لك ايه، طلبت اكل من بره وخدت بعضها ومشيت. ايوه انا زعلناها، مش هي اللي عايزه كده ولا لا؟ ماشي يا خليل، ماشي يا خليل. سلام سلام. انت هتتعبني انت كمان ليه؟ بقول له فيها يا ماما كنت جبت لها اكل جاهز. يعني كل مره نكلف الشيء الفلاني عشان عزومه غدا؟ بقول لك ايه، اللي عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه ما يجيش. اسكتي براحتها بقى. الضغط هيرتفع عندي. لا براحتها بقى. منك لله. الله يسامحك يا شيخه، ده انا قلبي وجعني. الله يسامحك. قومي شوفي الاكل، قومي. بقول لك ايه، الجيران وزعي لهم، مش مشكله. ده احنا دابخين المره دي قد ايه عشان على الاقل هنكسب ثواب فيهم.